تعالوا نسمع دكتور مصطفى النجار والاخ عبد الرحمن يوسف. مصطفى النجار جوه الجهاز وعبد الرحمن يوسف بره. الدكتور مصطفى بيقول له انا خدت ايه من جوه، ونرجع نتكلم تاني. ايه اظبط معاك. ايه يا عبد الرحمن بيه؟ ايش ايه؟ يعني كل مكالماتنا متسجله، انا وسيادتك. يا كبير يا كبير، يا علاقاتك النسائيه يا كبير. ايه كبير عنها؟ يا صايع. كبير عنها ايه بس؟ قول لي. علاقاتك المشبوهه يا كبير. قول لي كبير ايه؟ كاتبين زفت يا كبير، كاتبين زفت. جايبين تاريخك من يوم ما اتولدت يا كبير. طب اديني الملف ده. اديهولك فين؟ اتاخد مني، الشرطه العسكريه خدته مني. وملف الجمعيه الوطنيه والله العظيم. بس ما تقلقش، اللي الشرطه العسكريه خدته كله هيتحرق. واخد بالك؟ ما تسلمش للنيابه. اتاخد مننا وضربونا كده حبه وخدوا مننا حاجات، بس بقى ايه يعني طلع بشويه حاجات وكده. ومعايا هارد. ما لا بس مش الملف بتاعك ده اتاخد كله. بس مسخره بقى. وقد تقابل المدعو مصطفى النجار مع عبد الرحمن يوسف، واخد بالك، ابن يوسف القرضاوي. هو في مقهى حمزه باشا. ازيك؟ صورت حاجه؟ لا. ده في بلاوي. يلا بقى ربنا معانا. يلا. في ورق لغايه امبارح الناس دي كانت هتعمل ايه وفلان هتعمل والله ايه وفلان هيعمل ايه. ايوه يا باشا. بس ماشي. طيب يا باشا. طب واخد جنسيه؟ ماشي. هتاخد نص واخد جنسيه؟ معايا. هو بقى واخد جنسيه؟ لا يا عم، ده يا عم مصري، ومصري وامه فلاحه وابوه فلاح. هتقولي بقى عشان راح تكتب. ده كان في تصوير جنسي في حياه جوه. يا عم ماليش دعوه بالجنس يعني. يلا السلام عليكم. ايوه كبير. بس يا كبير، جبت ملف الجمعيه الوطنيه، لقيت ملف الجمعيه الوطنيه مكالمات انا وعبد الجليل مصطفى. واشتمي الساعه المرضي. يا لهوي. ويكيليكس يا كبير. بص انت مهما تتخيل مش ايه القصه معاك هتبقى غريبه يعني. ربنا يستر يا كبير. ربنا يستر. احكي لي، قول لي. ما انا بقول لك الكلام والعلاقات ايه. يقول لك علاقات نسائيه بنساء مشبوهات في مصر الجديده ومدينه نصر، واعتاد مش عارف ايه، وقصص كده وسهرات مش عارف ايه، يعني قصص كده. وايه بقى، وكاتبينه ان هو ليس له اتجاه اسلامي، بل وهو منحرف الخلق. يا كبير كان لازم تبقى معايا بجد. انا مش قادر اوقف نفسي من الضحك يعني. بص انا مش قادر. يا لهوي يا كبير، يا لهوي. لا ده انا بكره لازم اطلع اعمل حلقه مع منى الشاذلي. ومعايا ملف منى. انت خدت حاجه معاك؟ ايوه خدت ايه؟ خدت ملفات ورق ناس، واخد بالك، ملفات ويعني في حاجات هربناها، وخدنا 4 هاردات كمبيوتر، واخد بالك. بس وفلتنا بيهم. كل المكالمة دي ما تعنينيش في حاجة. يعنيني ان الدكتور الفاضل دخل جهاز امن بلده عشان يسرق ملفات لناس ويهربها وياخد 4 هاردات كمبيوتر.